فمش هتلاقيني ابدا قلت لك كلمه صفقه دي الا لما تبقى الموضوع صفقه. مش هقول لك عرض جامد الا لما يبقى عرض جامد عشان ما بانش عبيط. ازيكم؟ مش عارف الفيديو بتاع النهارده ده هيبقى يعني حلو ولا وحش، وهل المفروض اقول الكلام اللي انا بقوله النهارده ده ولا لا، وهل الفيديو ده هيسبب لي مشاكل ولا لا. يعني لو فضل موجود على السوشيال ميديا يبقى ما حدش اعترض، لو اتشال انت شفت الفيديو وفهمت اللي انا بقول عليه ده وخلاص. بصوا يا جماعه، دايما انا في مجال الالكترونكس والتجار والبراندات والحاجات دي ليا باع طويل. يعني اغلبيه الشركات الحمد لله علاقتي بيهم طيبه وبيتكلموا معايا في حاجات كتيره ليها علاقه بالمنتجات. ويمكن انا ما اظنش ان في كونتنت كريتور تاني رخم زي كده اللي هو بيتدخل في التسعير وبيتدخل في الحاجه، بس انا بحس ان انا بتكلم باسم الناس. يعني انا بشوف السوق وبشوف الناس بتدور على ايه وبتفكر ازاي. فلما مثلا حد يبعت لي منتج معين كشركه ما ايا كانت الشركه دي والسعر بتاعها ما يبقاش عاجبني، بقول يا جماعه ايه التسعير ده؟ السعر ده وحش جدا، انتوا ازاي هتبيعوا كده؟ فدايما بتدخل شويه في الحته دي. ممكن يقولوا لي مالكش دعوه وخلاص، وساعتها انا بطلع اقول للناس هو ده السعر وانا شايف ان هو مش حلو. او ممكن الشركه تكون قابله للي انا هقوله لكم كمان شويه ده، ودي حته من الحتت الحلوه جدا. انتوا عارفين اي جمله انا بقولها او كلمه انا بقولها ببقى محافظ قوي انها تبقى حقيقيه. يمكن انا بحاول اعمل كده وبطور من نفسي يعني في الحته دي. فمش هتلاقيني ابدا قلت لك كلمه صفقه دي الا لما تبقى الموضوع صفقه. يعني لما يبقى الموضوع صفقه، وهحكي لكم ازاي الصفقات بتتعمل. مش هقول لك عرض جامد الا لما يبقى عرض جامد عشان ما بانش عبيط. ما هو انا النهارده لو طلعت قلت لك هو ده عرض جامد وانت رحت لقيته مش جامد بره، يعني مش انا هقل في نظرك. انا بقى بخاف جدا في الحته دي ان انت لما تسمع اللي انا بقوله او كلامي لما يوصلك تقول الراجل ده بيفهم، بيعمل ماركت سيرفي بشكل محترم وعارف البدايل ايه وعارف الكومبيتيتورز عاملين ازاي، وده فعلا عرض جامد. فدايما في طريقه الكلام في الفيديوهات، ودي حته دي اسرار. يعني انا بقول لكم اسرار هي عشان انتوا بما انكم بتتفرجوا على الفيديوهات فلازم تبقى عارف تعرف كده. من علاء بيقول ايه؟ بيقول لو انا قلت مثلا ان ده السعر الرسمي للمنتج ده كذا، يبقى معنى كده ان ده السعر الرسمي، الشركه هي اللي حطاه وخلاص. لما اقول لك ان ده قيمه مقابل سعر، يبقى فعلا التسعير بتاعه هو قيمه مقابل سعر فعلا، وان كان بالنسبه لي يعني ان هو اللي بيقدمه نفس او قدام السعر اللي بياخده هي قيمه مقابل سعر. لما اجي اقول لك عرض، ده ليفل اعلى بقى. يعني احنا قلنا ايه؟ السعر الرسمي، العرض الجامد، وبعد العرض الجامد في ايه؟ في الصفقه بقى. اوكي، تعالوا انا يعني هوريكم حاجه كده من الحاجات الاسرار. تعالي، احنا على فكره فعلا كنا من امبارح بنتفق على صفقه، وبريهان كان عندها مشكله في الحته دي وكانت متضايقه او مستغربه هو ازاي سعر المنتج ينزل 50% تقريبا. فعلا موضوع غريب. بس انا احكي لكم هي بتمشي ازاي، لان مفيش حد بيخسر في الاخر. ولكن بصوا انا كتبت لكم شويه حاجات كده. تعالي يا برهان خليني اشرح لكم هو الموضوع بيمشي ازاي، يعني ايه اللي بيحصل عشان في الاخر يحصل صفقه او عرض جامد. الفيديو ده حلو على فكره وهيبسطكم، معلش سامحوا لي على التطويل. يعني خلينا نفترض كده او نقول لكم السايكل بتمشي ازاي. احنا عندنا الشركه الام دي هي شركه بتنتج منتج، وليكن المنتج ده مثلا اسمه او البراند ده اسمه مو مثلا. خلاص، ده اهو البراند اهو، وعنده المنتج ده هو عايز يبيعه بلاش عايز يبيعه، هو تكلفته عليه مثلا او بيديه للوكلاء بمثلا 1000 جنيه. خلاص، يعني الشركه الام دي اللي هي شركه مو اللي عايزه تبيع المنتج بتاعها وتخليه ينتشر في العالم كله، واسم مو ده يلعلط في كل حته، سعره 1000 جنيه هيبدا ان هو يوديه للوكيل. طبعا ممكن يبقى في النص هنا حد بيستورد او شركه استيراد او كذا، ولكن خلينا نبسط الموضوع ونقول ان الوكيل في مصر اللي هو بيديك الضمان وبيستورد الحاجه وبيبقى مسؤول عنها في مصر، اشترى من الشركه الام ب 1000 جنيه، وبدا ان هو يحط عليه بقى الجمارك والتخليص والضرايب وبقى عليه ب 1500 جنيه. هيحط بقى ربحه، فمثلا هيبقى ب 1700، ويبدا يديه لمين؟ يبدا يديه للتاجر. التاجر ده قد يكون محل موجود في الشارع، وقد يكون اونلاين ويب سايت. يعني الويب سايت زي امازون ونون وكده، ما هو ده تاجر في الاول والاخر بيبيع الحاجه. تمام؟ طيب في النص على فكره ممكن يكون في موزع، او ممكن يكون في بقى شركه بتوزع والكلام ده، بس خلينا برضو نبسط الموضوع عشان في ناس بس كتير بتضيق عندي في الكومنتات، ولكن انا ببسط الفكره يعني. اوكي، طيب احنا دلوقتي الوكيل هيبيع ب 1700 جنيه للتاجر، والتاجر ده هيبيع المنتج ده سعره مثلا 2000 جنيه. خلاص، الشركه الام دي بقى ممكن تقول ان سعر المنتج ده الرسمي اللي هو في الماركت سعره 2200 جنيه.
السعر الرسمي ده هو السعر اللي محدش بيعلى عنه، يعني انت ممكن تبيع لغايه 2200 جنيه بحيث انها تحافظ على كل الناس انها تبقى كسبانه بشكل كويس. ولكن التاجر عادي، انت ممكن لما تروح له يعمل لك خصم او يبيع الحاجه ب 2000 جنيه او يعمل سبيشال ديسكاونت او مش عارف ايه، وده سعر البيع. وعاده ده بيبقى السعر اللي هو القيمه مقابل سعر، ده دايما بيبقى اعلى من القيمه بتاعه المنتج، ده بيبقى الاوفيشال برايس. اوكي، فاي شركه بتبيع بالاوفيشال برايس بس كده على طول لكل الناس، ده عاده بيبقى اعلى شويه من القيمه عشان تحفظ للناس كلها مكاسبها. اوكي، طيب امتى بقى بيحصل موضوع العروض والصفقات والحاجات دي؟ خلينا نتفق على حاجه. دلوقتي لو التاجر ده معاه كميه كبيره من المنتج ده وحب ان هو يبيعهم كلهم ويعمل عليهم عرض، ان المنتج ده يبقى العرض عليه مثلا ب 1800 جنيه، مش لازم يكسب كتير، يعني هو هيبيعه ب 1800 جنيه، ده دايما بيبقى عرض. فكلمه عرض عادة بتطلع من التاجر بس. 1800 جنيه انت شايف سعره الرسمي كام؟ 2200، العرض بقى ايه؟ بقى 1800. على فكرة هو حاجة كويسة، دي حاجة كويسة وجميلة ومفيش اي مشكلة. طب احنا عايزين عرض جامد قوي. العرض الجامد دايما بيشترك فيه التاجر والوكيل، مش احنا عندنا 2؟ طيب هنروح للوكيل نقول له يا وكيل احنا عندنا 2000 قطعة مثلا وعايزين ان احنا نبيعهم، تقدر تسبورت التاجر بايه؟ يقول له بص انا خلاص مش هكسب ال 200 جنيه بتاعتي دي، فاحنا هنبيع الحاجه ب 1500، يبقى كان سعرها الرسمي 2200 وبقى سعرها دلوقتي في البيع 1500 جنيه، يعني كانت بتتباع في وقت من الاوقات ب 2200 وب 2000، بقت ب 1500. ده اسمه ايه بقى؟ عرض جامد. يشترك فيه مين؟ الوكيل والتاجر. مفيش عرض جامد بيتعمل من تاجر بس، الا لو كان بقى بيحرق بضاعه وكده، احنا مش عايزين ندخل في الحته دي. طيب لو عايزين صفقه بقى، ما احنا عايزين صفقه، نعمل ايه بقى عشان نوصل للصفقه؟ عشان نوصل للصفقه لازم التاجر والوكيل والشركه الام يتدخلوا. يعني احنا التاجر ده وليكن، وعلى فكره الصفقات غالبا بتتعمل على امازون ونون، لان هو تاجر ما عندوش تكاليف كتير زي التجار اللي فاتحه محلات وهكذا، فالصفقات عاده بتتعمل على اكبر ناس بتشتري بضاعه وتبيعها. يعني امازون ونون يشتروا البضاعه ويبيعوها، يشتروها من الوكيل بحضور الشركه الام. يا جماعه احنا عندنا 1000 قطعه من القطع دي، تقدروا تعملوا لغايه ايه؟ يقول لك والله احنا ممكن نسبورت الحاجه دي عشان نعمل براندنج والحاجه تنتشر، هنديك حاجه اسمها ماركتنج سبورت، فهتوصل للمنتج ده ان التاجر او الويب سايت يبيعه ب 1000 جنيه. يعني الشركه الام هتخسر؟ ممكن تخسر شويه، يعني الوكيل ممكن يخسر، ممكن يخسر شويه وياخد ماركتنج سبورت عشان ينشر المنتج ده او ينشر البراند ده في السوق، فهتلاقي المنتج اللي بيتباع ب 2200 جنيه يتباع مثلا ب 900 جنيه. واو، دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها صفقه. وعاده الصفقات دي زي ما بقول لكم اللي بيعملها الويب سايتس الكبيره قوي، لانه بيشتري الافات المنتجات، فالشركه الام تقول خلاص مفيش مشكله ده الماركتنج، والوكيل يقول مفيش مشكله ده انا عشان بوزع وبدور راس المال بشكل احسن، فدي بتبقى صفقه. دي اكتر حاجه بتبقى مفيده للناس، اكتر حاجه بتبقى مفيده للناس. وده دايما اللي انا ممكن ابقى حاضر في الصفقات دي، لان انا بمثل الناس، يعني ييجوا يسالوني الشركه الام او الوكيل او التاجر، يا علاء لو احنا عملنا كده وانت عملت لها فيديو وعرفت الناس، هل دي هتبقى صفقه ولا لا؟ اجي اقول لهم والله اصل البديل بتاعكم او المنافس بتاعكم مثلا شركه كذا بتبيع ب 1800 او 1700، بس انتوا لو بعتوا ب 900 هتبقى فعلا صفقه. الحقيقه يا جماعه في خصم 50% على المنتج، انت ما تقلقش ورايا. زي ما برهان امبارح قلقت كده، يعني احنا كنا بقول لك بنتناقش في صفقه امبارح، برهان قالت لي 50%. هل هم بيكسبوا 50%؟ لا، في ناس دافعه في النص، في ناس ممكن تكون بتسيل فلوس او محتاجه ان دوره راس المال، يعني في حاجات كتير قوي ممكن تحصل، والشركه الام تدفع بفلوس زياده عشان تسبورت المنتج بتاعها ان هو ينتشر. ودي حاجه على فكره مهمه بالنسبه لهم، ان المنتج ينتشر، مش لازم يكسب فلوس كفلوس، هو عايز ينشر منتج جديد لسه داخل في الماركت وهكذا، ممكن يعملوا كده فعادي. فلما اطلع اقول لك عرض، والله العظيم بيبقى عرض. لما بقول لك عرض جامد بيبقى عرض جامد، لما بقول لك صفقه بتبقى صفقه، لما بقول لك قيمه مقابل سعر بيبقى قيمه مقابل سعر، لما اقول لك السعر الرسمي اعرف بقى ان ده السعر الرسمي وانا ماليش تدخل. وقلت لهم وقالوا لي مالكش دعوه يا ابو علاء، خليك على جنب كده، احنا عايزين بس ايه، نعمل ريفيو للمنتج ده بس. بحاول ان انا ابقى مختلف، وان انا بقى اقدم لك حاجه يعني مهمه وحاجه كويسه. ودايما بفضل معاك بعد ما انت تشتري الحاجه، لو عندك مشكله اروح لهم اقول لهم الحقوا ده حد عنده مشكله، وانا دايما بحط ايميل سبورت كده في المسجز، ان لو حد عنده مشكله يبعت لي، وانا بخش واكلم بقى الوكيل واكلم التاجر واكلم الشركه، واحاول ان انا اساعد الناس دي، لان يعني دول تبعي، الناس دي يعني اخواتي، بيقولوا اخواتي اخواتي.
انا قلت اشرح الفيديو ممكن يبقى طويل، بس اظن ان هو مفيد بشكل كبير، واديك عرفت المصطلحات عامله ازاي. قولوا لنا كده في الكومنتس، لان انا تعبت قوي في الشرح. جامد ولا مش جامد؟